سبب رئيسي ان حضرتك تصحى من النوم الصبح وتحس ان انت زهقان وتحس بملل شديد جدا ومخنوق ومش طايق نفسك ومش عايز تكلم حد، وكمان تحس ان انت جسمك تعبان ومتكسر ومش قادر تكمل يومك. طب ايه يا ترى السبب؟ تعال عشان نعرف. كلنا في خلال يومنا بنمر بحاجات ممكن تبسطنا، وحاجات طبعا كتير ممكن ان هي تزهقنا وتزعلنا وتخلينا فعلا كده قاعدين كده عاملين نهري كده مش قادرين فعلا ان احنا نكمل حياتنا. حضرتك تختار الطريقه ان انت تعرف تكمل بيها ايامك اللي جايه بمشيئه ربنا سبحانه وتعالى. لو انت تعالى كده معايا، لو انت حضرتك في خلال يومك مريت بكذا حاجه ضايقتك، اخدت حاجه واحده بس وفضلت ان انت تفكر فيها وزعلان بقى، ما انت زعلان بقى ومقهور بقى كده من جواك، فعمال تفكر فيها قبل ما تنام، فانت كده بتدي اشاره لعقلك الباطن ان انت طول الليل عمال تفكر فيها، فبالتالي ده هيأثر عليك. هتقوم وانت عندك طاقه سلبيه، مش قادر تكمل، مش قادر خلاص، ما هو انت خلاص متضايق. طب تعالى كده العكس، لو انت فكرت في حاجه كانت بسطاك، حتى لو كانت حاجه بسيطه جدا، حتى لو كان حد بيقول لك شكرا، حد اهتم بيك، سمعت صوت حد كان عزيز عليك جدا، ايا كان السبب اللي فرح حضرتك، اقول لك اكلت بيتزا، اكلت اكله حلوه انت بتحبها، شربت كوبايه قهوه، اي حاجه انت تفكر فيها ان هي بتبقى بسطاك، صدقني هتدي اشاره للعقل الباطن ان انت هتقدر تكمل بطريقه افضل. هتلاقي طول الليل عمال تفكر في الحاجه دي وهتقوم والدنيا عادي. طب اقول لك على حاجه، ان شاء الله ممكن تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بعت لك اللي يطبطب عليك، اللي يريح قلبك في حاجه كانت مضايقاك، حتى لو كنت هتسمع كلمه صغيره جدا بيكون فيها الحل من طفل صغير. فكر كده في حياتك، وفكر كده في المواقف اللي انت بتفكر فيها، وفكر في تصرفاتك اللي انت بتعملها قبل ما بتنام، صدقني هتفرق معاك كتير. غير حياتك وخليك بسمة حب.